السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أحلى فطار خفيف جميل تحفة جدا جدا. فراخ بتتبيلة مميزة، حاجة كده هتنزل في قلبك. اللهم بارك. بشوية خضار كده، لوز العنب تحفة جدا جدا جدا، عمرك ما هتنسيها. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، يا ريت نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وما تنسونيش من دعوة حلوة واللايك يا حبايب قلبي، وكومنت كده من قلوبكم الطيبة. عشان القناة ترتفع بيكم يا ريت تحطوا اللايك. أول حاجة كده هنجهز التتبيلة بتاعتنا تحفة جدا جدا. معايا الخضار، معايا بصل، معايا طماطم. أنا الحاجات ديت اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت للفرختين اتنين. هتعملي فرخة واحدة هتعملي نص المكونات ديت. من كل حاجة حباية واحدة إن شاء الله كده، وليموناية. ومعايا كده معلقتين من الصلصة. لو فرخة واحدة. ومعايا التوابل ديت زعتر وبهارات فراخ وبابريكا وفلفل اسمر ولا اله الا الله وملح وبصل بودره وثوم بودره. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقطع كل الحاجات معايا سهله جدا جدا في الخلاط. انا عاوزاها تكون ناعمه تماما. اقطع الطماطم والفلفل، ولو بتحب السبايسي حط واحده حبايه كده سبايسي، هتخليه تحفه جدا جدا. اللهم بارك. كل ده سهل جدا، خطوة واحدة هنخلص كل التتبيلة. هنقطع كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي معايا في الخلاط. البصل والفلفل والطماطم وال والفلفل السبايسي، كل ده في خطوة واحدة كده ان شاء الله ان شاء الله. هينضرب وهيبقى معايا يعني بوريه تماما بالشكل الموضح قدامكم ده. في الخلاط. ومعايا هنا برضو 3 4 فصوص توم، بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامنا ده. وشوية برضو كزبرة كده ناعمة مطحونة. ومعايا كده 4 معالق من الزيت. هنعصر عصير ليمونتين اتنين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده معايا برضو. بيخلي طعم الفراخ تحفة، وبيخليها دايبة دوبان وزي الزبدة كده وبدون أي زفارة. انسي ان انت تلاقي في الفراخ دي زفارة نهائي. وتحطي برضو لو بتحبيها كيس كده او معلقه صغيره من المرقه الفوريه. معلقه من الصويا صوص الفاتح. معلقتين من الخل، انا كان عندي خل عنب حطيت منه جميل جدا برضو. والصلصه، وهضرب ده كله كده في الخلاط. اللهم بارك. هيبقى ناعم جدا، أو اضربيه على قد ما تقدري يكون ناعم جدا جدا. وهتحطي هنا معلقه كده من العسل، او معلقتين من العسل النحل. ما عندكيش ممكن تحطي معلقه من العسل الاسمر، او دبس رمان. برضو بيبقى طعمه تحفة جدا. اي حاجة من دول متاحة عندك ضيفيها. ما عندكيش ده ولا ده، ممكن تضيفي معلقة او معلقتين سكر. بيطر الانسجة كده بتاعة اللحمة وبيديها طعم تحفة جدا جدا. خلاص بعد كده قطعنا الفرخة من كل الاتجاهات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وانا الفرخة عندي للأسف كانت كبيرة وجالي ضيوف، فقمت ماسكة الصدر كده فتحته من الجنب. وشرحتها كده بالسكينة من فوق ومن تحت ومن بره ومن جوه بالشكل اللي شايفينه ده فرخة لوحدها خالص بتقطيع. والتانية ديت اللي انا اقصدها بقى اللي انا قطعت الصدر بتاعها. والتانية كده قطعتها بالسكينة من كل الجوانب. لان طبعا جالي ضيوف، وانا الفراخ اللي كانت عندي كانت كبيرة. مش هنوقف حاجة ابدا، هتقطعي بالسكينة زي ما انت شايفة كده على قد ما تقدري فتحات بالسكينة كده عشان كل ده يدخل فيه التتبيلة. و... وتطرى كده وتطعم معايا، عشان طبعا اللحم كله يبقى ياخد من نفس الطعم. وطري معايا جدا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا تبلتهم، وكنت متبله الموضوع ده كله من قبلها بيوم، وكنت حطاهم في التلاجة. امسكي بقى الفراخ من بره ومن فوق ومن تحت. دخلي في كل الفتحات اللي انت فتحتيها ديت التتبيله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كانك بالظبط تعملي لها مساج كده، وتدخلي بقى فيها وتحت الجلد وفوق الجلد وكل الاماكن عندك بتاع الفرخه. تبليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، غرقاها كده بالتتبيله. بتبقى طعمها تحفه. والتتبيله دي كمان ما بنستغناش عنها، بنخليها وبنحط منها على الخضار. اللهم بارك تحفه. لان فيها كل الخضار اللي احنا هنحتاج نتبل بيه الخضار. البطاطس والجزر والكوسه كان عندي كده، قطعتهم وحطيتهم في الصينيه. وجبت هنا حبايه من البصل او حبايتين، ومعاهم فلفل سبايسي وبارد.
تبلتهم بقى ببابريكا وكزبرة ناشفة وشوية ملح وشوية فلفل ومكعب مرقة لو بتحبيه، ما بتحبوش استبعديه تماما. دعكتهم كويس جدا جدا وقلبتهم هنا بقى برضو على الخضار معايا، بيخلي الخضار تحفة. وده اللي نازل من الفرخة معايا اللي انا كنت متبلاها. اخدت برضو كده جزء، ركنت الفرخة على جنب وحطيت جزء بقى هنا كده، هيتبل لي الخضار ده، هيخليه اكتر من رائع. حطيت عليه الفرخة بالشكل ده، واي حاجة من التتبيلة ما تستغنيش عنها خالص. وجبت معايا هنا نص كوباية من المية على الصوص اللي كان معايا في الصينية، نزلته بها كله. وغلفت بقى الصينية اللي انا حطيت فيها الفرخة والخضار كويس جدا جدا بورق زبدة وورق فويل. انا ما كانش متاح عندي ورق زبدة، فرفعت ورق الفويل كده عشان يبقى بعيد عن الفرخة، وحطيتها على اعلى درجة حرارة، كنت مسخنة الفرن. اللهم بارك، لحد ما لقيتها فتحت كده ودبت معايا دوبان. تاخدي بقى من الصوص اللي نازل كده وحطي عليها من فوق، وحطيها تحت ولعي الشواية. اللهم بارك اللهم بارك، خدت لون اكتر من رائع. لو انت بتحبي تفتحي اللون عن كده فتحيه، بس احنا بنحبه الدرجة دي، دايبة ذوبان ورائعة. اللهم بارك اللهم بارك. جربيها بنفس التتبيلة واعملي نفس الخطوات، ويا سلام كده فعلا لو تخليها عندك بايتة في التلاجة، ما كانش في ساعتين أقل حاجة أو 4 ساعات في التتبيلة، هتاخدي أحلى طعم. والخضار دايب ذوبان اللهم بارك، مع شوية رز بشعرية كده، اللهم، أو رز أبيض أو حبة وحبة حسب ما أنت بتحبي. دايب ذوبان وطالعة كده من اللحم بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده، حاجة كده خطيرة. ان شاء الله تجربيها بنفس الطريقة ديت، واستنى رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.